ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم تنسى مصطفى في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش من الانديه الكبيره جدا، من الانديه اللي دايما تلاقي اختباراتها في ناس كتير بتروحها وفي ناس كتير مهتمه بيها. فهنتكلم عن كل تفاصيل قطاع الناشئين وهنتكلم عن كل تفاصيل الاختبارات. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحاجه عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. طبعا نادي طلائع الجيش من الانديه الكبيره جدا في قطاعات الناشئين، ومن الانديه الكبيره جدا عامه على مستوى الفريق الاول ومستوى الدوري الممتاز. فناس كتير جدا بتستنى اختبارات نادي طلائع الجيش. طب هل هي فعلا تستاهل ان انا استناها او تستاهل ان انا اروح؟ ده اللي هنعرفه في اخر الفيديو، هقوله في اخر الفيديو بعد ما اقول لكم تفاصيل الاختبارات واسيب لكم ارقام لو عايز تستفسر عن اي حاجه. كل ده هنتكلم عنه في الاخر. هقول لكم قطاع الناشئين في نادي الجيش يستاهل ان انت تتعب عشانه او تتعب ان انت تروح اختباراته. هنتكلم في كل ده. نادي طلائع الجيش عامل اختبارات من مواليد 2003 لحد 2014، مواليد 2003 لحد 2014. سعر الاستماره 100 جنيه، وده انا شايفه كتير جدا. سعر الاستماره 100 جنيه، فده بيدل برضه على اشياء يعني انا بحسها فيها بعض لم الفلوس او فيها بعض المصالح الماديه. فده سعر الاستماره مش مريحني بصراحه. المكان هيبقى على ملاعب النجيل الصناعي بنادي طلائع الجيش، تحت كوبري الفنجري امام دار المشاة. على ملاعب النجيل الصناعي في نادي طلائع الجيش تحت كوبري الفنجري امام دار المشاة. ده بالنسبه لمكان الاختبارات. الاختبارات كلها هتبقى الساعه 4 عصرا، ودي حاجه كويسه عشان اللي جاي من بره القاهره يقدر ان هو ياخد راحته، ويقدر ان هو ما يصحاش بدري قوي ويبقى المشوار يعني في راحه شويه عن ما يكون الصبح، فبتضطر ان انت تمشي الفجر او قبل الفجر كمان. فده معاك كويس، وكمان يكون الدنيا الشمس قلت شويه، يكون الجو ابتدى يظبط. فده كله هيساعدك في الاختبارات. طلائع الجيش مقسم الاختبارات على ايام كتير جدا، فركز معايا واعرف مواليدك بالظبط هيبقى يوم كام ويوم ايه عشان ما تتوهش، لان في مواعيد كتير جدا وفي كل يومين كل يوم في اتنين مواليد، اتنين مراحل سنيه هيختبروا، وفي ايام 3 مراحل سنيه يختبروا. فعشان ما تتوهش خليك وركز معايا واعرف مواعيد اختباراتك امتى بالظبط. الاختبارات كلها هتبتدي يوم 4/6، تبتدي يوم 4/6 يوم الاحد. يوم الاحد 4/6 هيبقى مواليد 2013 و2014. يوم الاثنين 5/6 هيبقى مواليد 2011 و2012. الثلاث مفيش اختبارات عشان ما تروحش على الفاضي. الاربع 7/6 هيبقى 2009 و2010. الخميس 8/6 2007 و2008. الحد 11/6 2003 و2005. ده بالنسبه لاول اسبوع. هيبتدي يعيد تاني المواليد من تاني اسبوع، يعني ممكن تروح في اي اسبوع من اللي انا هقوله من دول. اول يوم في الاسبوع الثاني هيبقى يوم الاثنين 12/6 من 2013 ل 2014. يوم الاربع 14/6 2011 و2012. يوم الخميس 15/6 يبقى 2009 و2010. يوم الاحد 18/6 2007 و2008. يوم الاثنين 19/6 2003 و2005. اخر اسبوع يبقى فيه الاختبارات اللي انا هقولها دلوقتي. بالنسبه للمواليد اللي انا ما قلتهاش دي مالهاش اختبارات، لان انا ما بقولهاش دي مالهاش اختبارات. فهيبقى يوم الاربع يوم 21/6 2013 و2014. يوم الخميس 22/6 2011 و2012. يوم الاحد 25/6 2009 و2010. يوم الاثنين 26/6 2003 و2005 و2007 و2008. عندك 3 اسابيع ممكن تروح في اي اسبوع منهم بالمواعيد اللي انا قلتها. بالمواعيد اللي انا قلتها هسيب لكم دلوقتي 3 ارقام عشان لو عايز تستفسر عن اي حاجه ممكن تتصل وتستفسر، عشان لو انت جاي من بعيد تسال احسن وشوف انت عايز تسال في ايه بالظبط. طب لو هتسالني هل الاختبارات دي كويسه اروحها ولا لا، هقول لك بنسبه كبيره ما تروحش. نادي طلائع الجيش من الاختبارات السنه اللي فاتت اللي كانوا يطلبوا مقابل مادي، ومقابل مادي كبير في بعض المواليد. فانت برضو هفضل اقولها، لو انت مش جاهز ما بتتمرنش مش مستعد كل ده ما تروحش احسن لك، عشان هتلاقي نفسك بتصرف على الفاضي وبتضيع مجهودك على الفاضي. ودايما بقول لكم مش الاختبارات احسن طريق للانديه، يعني مش افضل حاجه الاختبارات. انا بفضل بصراحه الماتشات الوديه، وده اللي انا بعمله في اكاديميتنا جولدن بوي. بسوق اللعيبه المميزه عن طريق الماتشات الوديه مع الانديه الكبيره، وبالفعل الحمد لله ناس كتير بتروح انديه. فلو انت مهتم ان انت تروح
عن طريق الماتشات الوديه. لو انت مستواك مميز تقدر تستفسر من خلال الارقام دي عن مواعيد الاكاديميه، وتيجي بنشوفك وبنقيمك وبنحطك في المجموعه اللي تناسب مستواك. يعني عندنا كذا مجموعه، مجموعه بتتاسس ومجموعه بتتاهل ومجموعه بتتسوق. كده نكون خلصنا فيديو النهارده، رب يكون استفدت. كان معاك كابتن اسلام مصطفى، استنوني في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.